ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنبتدي اول حلقة في سلسلة في بيتنا سلحفاة جديد. اول حاجة احنا بنحتاج ان احنا نعمل بيت للسلحفاة بتاعتنا علشان خاطر نقدر نوفر لها بيئة مناسبة ليها، وفي نفس الوقت نبقى مطمنين عليها، وفي نفس الوقت ما يبقاش السلحفاة متساب فيبقى في خطر عليه ان حاجة تقع عليه، حاجة تتكسر او يستخبى او يموت او يتزنق في مكان او ايا كان. نقدر نعمل بيت خشب ونقدر نعمل بيت من الازاز. الحوض اللي قدامنا دوت مساحته متر، يقدر يسيع مثلا سلحفاة مصري او سلحفتين مصري او سلحفاة يوناني. النهاردة في الفيديو احنا هنبتدي نعمل البيت دوت لسلحفاة يوناني، هي حجمها 12 سنتي. اول حاجة البيت الارضية بتاعته بتبقى مفروشة ايه؟ بتبقى مفروشة رملة وبتموس. البتموس ده تربة زراعية بتيجي من المشتل، بتبقى بنخلطها على بعضها عشان هي بتحتفظ بالرطوبة اكتر مع الرمل. بس في الفيديو احنا ما جبناش لسه البتموس، وكل تجديد هنبتدي نجدده هنصوره مع بعضنا وانزله لكم. هنفرش الرملة بتاعتها ونبتدي ايه متطلبات البيت. هيبقى طبق للاكل، طبق للمية، ومخبأ، وبس كده. المخبأ بتاعنا نقدر نعمله بكذا شكل وبكذا طريقة وبكذا يعني خامة. المتاح بالنسبة لنا كان أبسط حاجة ممكن نعملها زي ما انتم شايفين كده، كان عبارة عن قصيص زرع قديم موجود خلاص ونحطه والسلحفاة تقدر تدخل فيه، وطبق للمية وطبق للأكل. أهم حاجة الأطباق أو الحاجة اللي تتحط ما تبقاش بحواف عالية علشان السلحفاة تقدر تشرب أو تقدر تاكل، ما تبقاش الموضوع صعب عليها. ولما يبقى متوفر البتموس نبتدي نخلطه مع الرملة بنفس النسب، يعني احنا عندنا 2 كيلو رمل نجيب 2 كيلو بتموس وهكذا، ونبتدي نخلط وفي ارتفاع مثلا 5 سنتي، بحيث ان السلحفة يبقى فيه رطوبة او ما يعني البتموس بيحتفظ بالرطوبة جدا وبتاعه بيبقى مناسب ليها. زي ما انتم شايفين احنا فرشنا الرملة وفرشنا المخبأ وحطينا طبق المية وطبق الأكل، ونبتدي نحط بقى الديكور براحتنا. يعني لو عندك ديكور محتاج تحطه مثلا تقدر تحط اللي انت عايزه. الخلفية عندنا احنا هنا حاطين خلفية خارجية بحيث ان هي تدي منظر جمالي في البيت. زي ما انتم شايفين لما الحوض يبقى قدام ضيف او يبقى حد في البيت نقدر نتفرج عليه، يبقى المنظر جميل بالنسبة لنا. من فوق نقدر نشغل لمبات علشان احنا لو احنا بنربي داخليا يبقى هنحتاج لمبتين. لمبة سيراميك دي بتشتغل في وقت الشتاء عشان توفر بالنسبة لنا ايه الحرارة، ولمبة بديلة للشمس لو احنا بيتنا ما بيدخلوش شمس. لو البيت بتاعنا بيدخل فيه شمس فاحنا تمام مفيش مشكلة، يبقى نقدر نشمس السلحفة في الاوقات الصبح واوقات وقت المغربية، بحيث ان السلحفة ما تتشمسش في وقت يبقى فيه شمس قوية عشان خاطر ما يجيلهاش اجهاد حراري. وهنتكلم برضو مع بقية السلسلة عن الاجهاد الحراري وكل المشاكل اللي هتقابلنا او الحاجات اللي احنا متطلبة مننا، ونتفادى كل حاجة ازاي والامور بتاعتنا تمشي كويسة ازاي. لو انتم ان شاء الله حابين او عندكم استفسارات ممكن تكتبوا لنا في التعليقات ونعمل حلقات عنها، بحيث ان احنا نبقى شملنا كل شيء، سواء تربية سواء امراض سواء اي حاجة تخص السلحفة من الاول خالص لحد اخر حاجة خالص، ان هي تبيض عندنا وازاي نحتفظ بالبيض ونبتدي نحضنه ونفقس معانا كمان. زي ما انتم شايفين السلحفة بالنسبة لحجم البيت هو بالنسبة لها مناسب جدا، وما ينفعش ياخد اتنين. احنا هنحط مع سلحفة سلكاتة بفترة طبعا مؤقتة، وعشان التصوير اوريكم برضو شكلهم في الحوض وجمالهم بيبقى عامل ازاي. السلكاتة من السلاحف اللي هي بتكبر طبعا جدا، ما تنفعش في حوض الا لو هي حجمها صغير، وبعد كده لازم يبقى في مكان واسع ومكان كبير، لان السلحفة انتوا عارفين انها بتوصل ل30 و40 و50 و60 سنتي. فالسلحفة مش هتنفع عمرها ان هي تفضل متربية في مكان ضيق او مكان مثلا صغير او حوض او الكلام ده، هتحتاج مكان واسع، تحتاج حديقة، تحتاج مثلا سطح مجهز ليها والكلام ده. اليوناني ميزته ان هو ما بيكبرش قوي ومناعته افضل من المصري. المصري مهدد بالانقراض، ما بنفضلش ان هو يتربى معانا لان هو من الحاجات اللي بدأت تقل جدا في الطبيعة، فاحنا نسيبها في طبيعتها ونسيبها بحيث ان هي تنتشر وتتكاثر تاني. زي ما انتم شايفين طبق الاكل احنا ممكن نوفر له يعني مثلا حاجة تانية، وهي عبارة عن سيراميكا بس نحطها مقلوب. السيراميكا المقلوبة بتبقى الظهر بتاعها خشن. ليه طيب خشن؟ بحيث ان السلحفة وهي بتاكل البق بتاعها او الفك العلوي بتاعها بيبقى فيه زي منقار. المنقار دوت بيبتدي يتحك وهي بتاكل يخبط في السيراميكا بحيث ان هو ما يطولش عن اللازم. زي ما انتم شايفين في ناس كتير جدا ما تعرفش ان السلاحف بتشرب، او في ناس فاكره ان السلحفة كائن بقى صحراوي او الكلام دوت، ما عندوش المقدرة ان هو يشرب او ما بيشربش او بياخد المية من قلب الاكل بس.
لا طبعا. السلاحف بتشرب زي ما انتم شايفين، مجرد ما اتحطت المية السلحفة مدت وشها في قلب المية ازاي، وبتشرب بشراهة. لان احنا كنا معطشينها شوية، لان هي كانت ايه في الفترة بتاعتها، يعني سافرنا فترة ورجعنا والكلام دوت، فكانت السلحفة محتاجة مية. زي ما انتوا شفتوا اول ما نزلت المية بالنسبة للسلكاتة، هي من السلكات كمان من الحاجات اللي بتحب تشرب مية كتير، حطت وشها وبتشرب. فعشان كده لازم اي روح واي كائن حي احنا مربينه لازم يبقى عنده مية في البيت بتاعه. انا مربي عقرب، وبرضه كلام يعني الناس بتقول ان العقارب ما بتشربش ميه او القنفذ والكلام دوت، لا كل حاجه بتشرب ميه. فما فيش مخلوق خلقه ربنا ما بيشربش ميه. بنوفر الميه ونحط الاكل وكل حاجه، بحيث ان السلحفه او الكائن الحي اللي احنا مربينه لازم يبقى قدامه متوفر ميه. هو شرب تمام، ما شربش هي موجوده ان قدامه في اي وقت، انت ممكن يشرب وانت ما تاخدش بالك. هنبتدي نتكلم عن كل حاجه في تربيه السلاحف، ودي كانت اول حلقه من السلسله ان احنا ازاي نربي سلحفه او نعمل بيت للسلحفة. هنبتدي نتكلم عن فئات الاكل بتاعتها، ايه الاكل المسموح، ايه الاكل المسموح يوميا، ايه الاكل المسموح مرة في الاسبوع، مرتين، مرة في الشهر، وهكذا. وايه الحاجات اللي هي مناسبة ليها، وايه الحاجات الممنوعة ليها. يا رب تكونوا استفدتوا وتكون حلقة بسيطة وخفيفة، ودمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.